عسلامة ومرحبا بكم من جديد في مطبخكم مطبخ سليمة تيان. إن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وأنتم حيين بألف ألف خير. كما قلت لكم باش نعملوا اليوم الشوفيدونج المفورة بالدجاج، وش نعملوا طاجين هذايا راهي نفس الروسيت متاع الأعراس، نفس المكونات اللي نحطوهم في طاجين الأعراس. وكيف كيف عنا بالطبيعة اللي ما تغيب على حتى الطاولة وعلى حتى نهار في شهر رمضان الكعبات البريك المشخشخين، وباش نعطيكم لمحة صغيرة على حشو البريك اللي عملته المرة هذه. وفي الأصل راني أنا ديما نعمله بنفس الطريقة هذيك، ويعجبني بريك هكيكا يجيني خفيف وبين وفاوح. نشوفوا طريقتنا التويكة في الوصفات اللي موجودين قدامكم. أما قبل كل شيء ما تنسوش باش تعملوا متابعة وتنزلوا على زر الإشعار باش ديما يوصلكم كل جديد. أول حاجة في المرحلة متاعنا نحطوا الحمص في الكوكوت يغلي وحده في الكوكوت وإلا في كروانة نحطوه يغلي على شيرة، ونمشيو لطريفات الدجاج متاعنا تحبوهم بالجلدة وإلا بليش هذيك حاجة ترجع لكم انتم. نفوحوهم على شيرة، نحطوا لهم الملح الفلفل الأسود والكركم والفلفل الأحمر. ما نكثروش من الفلفل الأحمر خاطر نحنا هنا باش نعملوها الصوص متاعنا زارة. نجيو للتاب اللي من بعد. ساعة قبل كل شيء نسيت ما قلت لكمش اللي حطيت صبة زهر واللي تنجموا تستغنيو عليها، اللي ما عندوش الزهر يحط شوية ماء جوست باش والا زيت باش نحلو بيهم الفحات. نجيو تويكا للفوار متاعنا المقفول، حطينا فيه كيلو زيت كما تراو هكا فنجان، كل فنجان متاع قهوة كحلة أكثر شوية على حسب الكمية، بما أنه نحن في رمضان ونطيبوا من كل شيء شوية شوية. نعبيه شطر بالماء ونحطه فيه بصلة ونخليه يغلي، وفي نفس الوقت عنا الدجاج متاعنا مفوح على الشيرة. نجيو التو للطاجين. الطاجين خديت طريفات سكالوب فوحتهم كما العادة بالفحات المعتادة هذوكم، ملح فلفل أسود وكركم وفلفل أحمر. أنا استعملوا للتابل الكروية مع الدجاج وشوية زيت زيتونة، وباش نقطعوا فيهم بصلة خضراء ونحطوهم يتقليوا كيف كيف على الغاز، ما غير نحطوا لهم حتى طرف ماء. كان هكا الصبة هذيك الصغيرة متاعها الزهر باش كما تنستوا بيها نحل بها الفحات، صبة صغيرة برك، ونحط لهم يتقليوا على الغاز مع البصلة لينك البصل يذبل والسكالوب يطيب معانا. تنجموا في المرحلة هذه تحطوا بصل قبل تخلوه يتقلى شوية في الزيت وبعد تخلطوا عليه السكالوب. انا هنا يظهر لي الزيت شويه ماهوش باش يقلي لي البصل، اخي زدت كي حكيت مغرفه متاع ماكله. ومع التحريك المستمر بالطبيعه ديما نحاولوا نحركوا باش البصل يذوب معنا بالكدا. ونتعداو تو الشوفيدونج اللي صبيت لها صبه صغيره متاع زيت زيتونه باش نغلثها بزيت زيتونه. هنا انا حطيت راني ارطل شوفيدونج. ونجيو للماء اللي حطينا فيه كيلة الزيت والبصلة بعد ما غلاو وطلعت ريحة البصلة في الماء، نفس الطريقة متاع الكسكسي الأعراس اللي نطيبوه في ولاية نابل. نرميوه كطريفات الدجاج متاعنا في الماء بعد ما غلا بالطبيعة، ونشموا كريحة البصلة طلعت. كما قلت لكم كان تحبوا تخليوا الدجاج بالجلده نتاعو تنجموا تخليوه بالجلده، تنقل لكم بعد على اقتراحات شنو تنجموا تعملوا بالدجاج. خذيت انا المعون هذاك حطيته شويه ماء، مصمصتك الفحات اللي فيه كملت صبيتهم في المقفول. وتو باش نحطوا كشوفيدونج نصبوها في الفوار ونحطوهم يتفوروا فوق الصوص هذيك. عندي زوز جرينات ثميكه فلفل برلع بيض شايحين، رميتهم باش يحرحروا لي الصوص على خاطرني يعني حطيت شويه فلفل احمر وزيد الفلفل الاحمر اللي عندي ماهوش حار. وانا بالطبيعه كان بليه تعرفوني يعني نحب الماكله الموزوزه. حطينا شوفيدونج هنا تقعد تتفور ثميكه في عقلها، وبعد تنقل لكم شنو نكملوا نعملوا. اجيو نشوفوا تويكا السكالوب نتاع الطاجين.
شوفوا كيفاه حتى السكالوب راهو يزيد يقر الماء متاعو، ونصبروا ونحركوا وحتى لين يشيح لنا من الماء. شاح معنا السكالوب من الماء، وتو نتعداو نحضروا الطاجين. الشوفيدوج متاعنا قاعدة تتفور. هنا عندي بطاطا قطعتها جويدة تتقلي للطاجين وللبريك، وكعيبات عظم كيف كيف للطاجين. الحمص متاعنا قاعد يطيب. جيت هنا للطروف متاع السكالوب، رحيتهم بالمكسور كما ريتو هكا، فتفتهم ولا تفتفتوهم بيديكم شوية معدنوس، البطاطا، الجبن هذاك كرير، الدجاج، بطاطا سخونه حطيتها فوق المعدنوس باش تذبال شويه. عندي شويه ريغوتا كان تحبوا تحطوا الا تجموا تستغنوا عليها، يكفي انكم تحطوا نوع برك نتاع جبن، لكن راهو تنويع في الجبنات يبنن ياسر الطاجين. وعندي الجبن هذايا القالب هيك باش نقصوا مربعات ونكمل نزيدوا للخلطه نتاع الطاجين. العظم نتاعي كيما ريتوه بشرته هاكا قدامكم، وحطيت حكايه شطر مغرفه نتاع قهوه خميره باش الطاجين نتاعنا يجينا منفش ومنظره مزيان. نخلط الخليط الكل مع بعضه، والخليط راني لقيته جاي برشا، نقصت منه كونتيتي صغيره كما قلت لكم في فيديو اللازانيا. ديما كي نقدي حاجه برشا راني نقص منها ونعمل بها مره جايه حاجه اخرى، هكيك نلقى روحي ربحت وقت ونقصت على روحي برشا تعب وتمسيخ معه. نخلط الخليط الكل وبعد نحي منه بارتيت نقول لكم شنو عملت فيها في فيديو اخر. جيت هنا خديت 7 عظمات وركضتهم. شوف هذاك راني نحيته باش نعمل بهم من غدوه وصفه اخرى ونشاركها معاكم. يعني كي تعملوا حاجه تعرفوها اللي تجموا تعملوا بها 2 انواع 3 انواع، اعملوا بزيد ونقصوا على روحكم التعب وتمسيخ معون وكل شيء. فرد المرة تتعبوا نهارتها وبعد تعديوا نهارين بعدوا مرتاحين. نجيو العظم نركضوه وبعد نصبوه على الخليط متاعنا. بالطبيعة تجموا تعوضوا الدجاج بالطن وإلا باللحم مفروم. نخلطوا كل شيء ونحطوه في القالب متاع الفور. انا حطيت بابي كويسون والا تجم تدهن الطبق متاعك، والا كان هو ميلصقش يعني مش لازم تدهن. ونحطوه في الفور على 200 درجة. نشعلوه من اللوطة قبل وبعد نشعلوه من فوق باش ياخذ اللون الذهبي. وتو نتعداو للشوفيدونج. ناخذ الشوفيدونج نفرغوها في الماعون. انا المرحله هذه عملتها مره برك، ونبدا نسقي فيها بالمرق. نغلثها بالكدا بالكدا وبعد نرجعها تتفور مره اخرى. قرون الفلفل هذوكم نرجعوهم في المرق باش يزيدوا يسيبوا الحروريه متاعهم. بالطبيعه كان انت تحب المرقه حاره، سينو تنجم تستغنى وتخليها يعني ما تحبش الحار ما تحطش الفلفل شايح جمله. ولكن الفلفل الاحمر اللي عندك حار يكفي انك حطيت الفلفل الاحمر برك. في المرحلة هذه كي صبيت المرق ظهر لي ياسر أزعر، قمت زدت حكاية مغرفة متاع قهوة طماطم للصوص. وتذكرت هنا اللي أنا مرميتش ورقات رند وسنتين ثوم باش يزيدوا يفوحونا الصوص متاعنا وتجينا نكهتها فاوحة.
هاني حطيت شوية ثوم وزوز ورقات رند اللي نسيتهم، وباش نرجع الشيفيدونج متاعنا تتفور، وبالطبيعة باش نعاود نسقيها مرتين والا 3 مرات. شوفوا كيفاش الشيفيدونج كي تبدا تطيب كيفاش الكعبة تتثنى هكا. هنا راني مش باش نفرغ، باش نهز بلوش ونصب فوق الشيفيدونج، لكن قبل كل شيء باش نخرج الدجاج باش ما يتهريش. الدجاج هنا شو نقول لكم، كان بالجلده نتاعو تنجموا تحمروها في شويه زبده والا في الفور، وكان ماهوش بالجلده تنجموا تعملوه بانيه والا تدهنوه بشويه طماطم معجونه ومعها شويه فحات وتحطوه في الفور باش ياخذ اللون الاحمر، والا تعملوا كيفي انا وتخليوه هكيكا. اما كي تعملوه بانيه يجي بنين على الاخر بصراحه. انا ما كفانيش الوقت واكتفيت انه ناكلوه هكيكا وكهو. هنا كيما ريتو قاعدة ناخذ في المرق ونصب على الشوفيدونج ونحرك. كي يطيب الحمص نحطوا له الملح وشوية كركم باش ياخذ اللون الاصفر. هذا حشو البريك متاعنا، فيه معدنوس مذبل، بصل، كبار، جبن جريير، وشوية بطاطا من متاع الطاجين وتوم. فوحته بشوية ملح وكركم وفلفل اسود، تنجموا تستغنيو على الكركم راهو. فح خفيف وبنين بصراحة للبريك أبن من تعملوه بالبطاطا المصموطة. إذا ما طريفات الدجاج هنا قعدت نحكي لكم اللي شنو تنجموا تعملوا بيهم، ديجا صاي حكيت لكم في الفيديو. خديت شوية من المرق متاع الدجاج بنكهة الدجاج باش نحط فيها الحمص متاعنا بعد ما طاب، باش ياخذ النكهة متاع فك الزيت هذيك، ياخذ النكهة متاع الدجاج ما يقعدش يعني ما فيش مطعم. وتنجموا تخليوه على الغاز، تنقصوا فيه على الاخر وتخليوها على الغاز باش يقعد ديما سخون. وزيد ياخذ المطعم تاع المرق زاده. هذوما كعبات البريك متاعنا قاعدين يتقلاو. ما صورت لكمش البريك خاطر جا حاجه معروفه وانا نعرفوها الناس الكل، مش حتى نحكي على التوانسه، نحكي حتى على الأخوة المجاورين وبصفة عامة، يعني سايوات معروفة البريكة التونسية كيفاش تخدم. هنا أنا قاعدة نشوف في الصوص نحبها تنقص شوية على خاطر باش نقول لكم شنو باش نعمل فيها. ما يلزمش كمية الصوص تكون برشا، المرق يعني ما يكونش برشا خاطر هكيك باش تولي شوربة. نصبوا فيها الشوفيدونج ونقعدوا نجمروا فيها هكايا على الغاز، خلي تاخذ النكهة الكل. كما تعرفوا الفحات ديما يقعدوا اللوطة مركركين، تاخذ نكهة الكل، نقعدوا نجمروها وبعد راهي باش تشربوا تو تراوها قدامكم ترجع كعبة كعبة. الطاجين متاعنا طاب، شوفوا لونه يا محلاه، يشهي بنين. كلاو منه نهارتها واصل قالوا مش مازال عندك حشو، عاود عملنا طاجين مرة اخرى. قلت لهم لا ما نعملوش مرتين في جرة بعضه، نحب النوع. اما عجبهم جاي بنين بحق بنين وفاوح، ونفس الطاجين نخدموا به العروسات. هنا مازلت كي خرجته من الفور حطيته ديريكت على الطاوله وبعد زينته في الصحن. هذه الشوفيدونج متاعنا صمت لها كعيبات عظم زينه، راهو اختياري ماهوش لازمك، يعني كما تحبش تصمت على الضم ما تصمتش، هي حاجه اختياريه زينه كهو للتصوير. الطاجين متاعنا قصيته وحطيته في الصحن. نرجعوا نشوفوا الشوفيدونج، يجي نوريكم كيفاش راهي تقعد مفركه كعبه كعبه وبنينه وفاوحه، والاهم من هذا الكل راهي خفيفه خفيفه. ثم شكون يحط لها المرق، يصب لها المرق ويدخلها للفور يقعد يجمر فيها. ما انا تظهر لي الطريقه هذيك اسهل بصراحه من انك تقعد تحط فيها في الفور. هذا ما كعيبات البريك متاعنا، اللي يحبها مروبه اللي يحبها يابسه، كل واحد واختياره. ان شاء الله تطلع عجبتكم طاولتنا لليوم، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي خبر. وما تنساش باش تعملوا لي برشا متابعه وتخليوا لي كومنتات،
وبقى لي كان باش نقول لكم بسلامة وشاهي طيبة وفي وصفة أخرى.